هلوز، عاملين ايه يا اصدقائي؟ السلام عليكم. اهلا بكم في الحلقه رقم 11 من سلسله احصائيات وارقام لاعبين النادي الاهلي. يلا بينا نخش في الحلقه. معانا النهارده موهبه من طراز رفيع، لاعب عنده موهبه بالفطره، بيمتلك امكانيات كبيره جدا، من اكتر واحسن الوينجات الحريفه. لعيب قادر يفك اي تكتلات دفاعيه في ثانيه، سواء بمهاره فرديه او اسيست في مساحه ضيقه. لاعب كبير، لاعب يقدر يديك حلول كتير في حته الواحد على واحد. عنده ابداع ومهاره وحرفنه ملهمش حل. ايوه طبعا، هو احمد عبد القادر. احمد عبد القادر او احمد محمد عبد القادر رضوان، من قرية طبارة في السنبلاويين في محافظة الدقهلية. مواليد 23 مايو 1999، يعني عنده 24 سنة. النشأة: أحمد عبد القادر نشأ في مركز شباب السنبلاويين، ثم انتقل لأكاديمية النادي الأهلي في المنصورة، وكانوا بيلعبوا مع أكاديمية الأهلي في مدينة نصر، والناشئين بيلعبوا بعض. بعد ما قدم مستويات ممتازة وأبهر الجميع بإمكانياته وقدراته، انتقل لقطاع الناشئين في النادي الأهلي 2008، وبدأ يلعب معاهم لحد ما تم بيعه لسبارتا براغ التشيكي عشان يفسخ التعاقد معاهم بعد موسمين بس ويرجع تاني للنادي الاهلي. بعدين النادي الاهلي بيبعته اعاره لنادي سموحه، يتالق مع الموج الازرق ويقدم مستوى ممتاز، ويرجع لبيته تاني النادي الاهلي. احمد عبد القادر لعب مع الاهلي 92 مباراه، سجل 18 هدف وصنع 11 هدف، وحصل على 15 انذار. نقسم المباريات والاهداف: احمد عبد القادر لعب مع الاهلي في الدوري 50 مباراه، سجل 9 اهداف وصنع 6 اهداف. ولعب في افريقيا 25 مباراه، سجل 4 وصنع 3. ولعب في كاس مصر 7 مباريات، سجل هدفين وصنع هدف. ولعب مباراة واحدة سوبر أفريقيا. ولعب في السوبر المصري مباراتين. ولعب في كأس العالم 7 مباريات، سجل 3 أهداف. حصل مع النادي الأهلي على 5 بطولات: دوري وكاس وأفريقيا، واتنين سوبر مصري، وكمان برونزية كأس العالم. لاعب كبير بإمكانيات كبيرة زي عبد القادر يستحق الإشادة بيه. لاعب يقدر يصنع الفارق في أي مباراة، مهارة وحرفنة وموهبة بالفطرة. ان شاء الله يكون له تاريخ كبير قوي مع النادي الاهلي، ويقدر يحافظ على مستواه ويطوره اكتر واكتر. وبالتوفيق يا احمد يا عبد الله. واخيرا، وصلنا لنهايه الحلقه. لو عجبتك الحلقه ما تبخلش علينا باللايك والشير، وتوقع مين هيكون نجم الحلقه الجايه. واشوفكم على خير. اطير انا، سلام.